بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في هذا الفيديو سأوضح لكم قصة الطفلة اليمنية رنا المطري وما الذي حدث لها وما ملابسات القصة. الطفلة رنا المطري التي لم تكمل ربيعها الثالث خرجت من منزلها عصر أول أيام عيد الفطر المبارك. خرجت لتلعب مع الأطفال في حارة في بيت معياد العاصمة صنعاء. خرجت رنا وكلها ثقة أنها ستكون من أسعد البشر في هذا اليوم. نعم، فالأطفال تغمرهم سعادة لا توصف مع أجواء العيد. ولم تكن رنا تعلم بأنها لن تعود إلى منزلها. لم تعلم أن هناك وحش ينتظرها. لم تعلم أن هناك شخص ينتظرها وقد تجرد من كل معاني الإنسانية والمبادئ والقيم والأخلاق. لم تعلم بأن هناك شخص سيعبث ببراءتها وطفولتها. لم تعلم أن أحد جيرانها سيقوم وينظر إليها وهي تموت بين يديه، وأهلها وجيرانها سيبحثون عنها ليجدونها داخل دكان هذا المجرم وهي ميتة. هذه الطفلة التي فقدت في أول أيام العيد قد وجدت في اليوم التالي في دكان أسفل المنزل المجاور، بعد أن أصاب أهلها الإعياء والتعب وفقدان الأمل بسبب غيابها المفاجئ. انتهينا يا الله فاخسف بنا الأرض. نعم، فقد عثر على هذا الملاك البريء مقتولا وعليه آثار اغتصاب. الشياطين تستحي أن تهمس في إذنها حياء من هذا الملاك، لكن شيطان الإنس المدعو محمد مجاهد المغربي همس واغتصبها وقتلها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.